السلام عليكم، إزيكم؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. لو بتحبي باباي تشيكن النهارده هنعمل أحلى منها. النهارده هنعمل التشيكن ستريبس اللي بتتباع في بابايز، وإن شاء الله هتعجبكم جدا. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. أول حاجة معانا هنا أنا معايا كمية من الفراخ، الصدور اللي هي قطعة التشيكن تندر، هي دي اللي أنا مستخدماها النهارده، اللي هي القطعة الطرية أوي. معانا بصل باودر الأول، garlic باودر، معانا توم باودر، بصل باودر، ومعانا hot sauce، ومعانا كمان الhot sauce اللي هو بيبقى الحراق دوّة، ومعانا فلفل أسمر، ومعانا بابريكا، ومعانا كمان مستردة، ومعانا بهارات فراخ. وبهارات الفراخ دي بيستخدموها للساندوتشات وهي يعني حارة شوية. ومعانا هنا مرقة دجاج وكاتشب، ومعانا فلفل أبيض. تمام، يلا بينا. هنا مفيش أي سوائل خالص، احنا عملنا التشيكن دي مع بعض قبل كده، بس النهاردة هنعملها بطريقة مختلفة تماما. معلقة ونص من التوم البودر، ونص معلقة من البصل البودر، ومعانا معلقة من مرقة الدجاج، ومعانا كمان نص معلقة من الفلفل الأبيض، ومعلقتين بهار فراخ، ومعلقة فلفل أسمر، ومعانا كمان معلقة بابريكا. وبعد كده هنبدأ إننا ننزل ب5 معالق من الهات صوص. تمام، ركزي في التكنيك بتاعها كويس جدا لأن هي مختلفة تماما عن اللي عملناها قبل كده. معانا معلقة كبيرة من الماسترد، ومعانا كمان معلقتين من الكاتشب، وشوية من الملح. وهنبدأ ندوب ده علشان يبقى عامل زي العجينة كده، عجينة خفيفة كده، ما فيهاش ولا أي حاجة تانية غير كده. وحطينا عليها شوية من الشطة للي يحب الشطة. وهنا بصي الفراخ متصفية تماما، ما فيهاش ولا نقطة مية، والنقطة دي مهمة جدا. فاكرين احنا عملناها بالفراخ بالمية المغلية قبل كده؟ دي تماما مختلفة. دي يا جماعة اللي هي الباباي تشيكن ستريبس. تمام، يلا هنقلبها بقى كده كويس، وبعدين هنغطيها ونسيبها ساعتين في التتبيلة الحلوة دي. ولو عملتيها من بالليل هتبقى كمان أجمل، بس لو مفيش وقت يبقى هو ساعتين أقل حاجة. هنغطيها ببلاستيك راب، ويلا بينا هنروح نعمل الكفر بتاعها. الكفر بتاعها عبارة عن كوبايتين من الدقيق بالشكل ده اهو، الدقيق الأبيض العادي. وبعدين معانا 4 معالق من النشا اللي هو الكورن ستارch. وبعدين هننزل بالبيكنج باودر، معانا نص معلقة من البيكنج باودر، ومعانا معلقة من مرقة الدجاج بس مش هننزل بيها هنا، هنخليها على جنب. شوية من الملح، وشوية من اهو بصوا دي المعلقة بقى الصغيرة. هناخد نص معلقة صغيرة من الثوم الباودر، ونص معلقة من البصل الباودر، وبعدين هننزل بنص معلقة من البابريكا، ورشة من الفلفل الأسمر. وهنا ممكن تحطي نص معلقة، مفيش مشكلة، بس أنا فضلت هنا إن أنا أجيب فلفل صحيح وأجرشه أنا فوقيها علشان يبان على الطبقة اللي هي الخارجية، بيبقى مطحون خشن شوية فبيبقى شكله جميل قوي عليها. تمام، بس انتي هتحطي هنا يعني ممكن تحطي نص معلقة من الفلفل الأسمر. هنخله كده بالمعلقة مع بعضه. ده الكفر اللي احنا هنغطي بيه الفراخ. تمام، بس لسه في بقى الخليط السائل هنعمله حالا دلوقتي مع بعض، وهو سهل جدا. تمام اهو، هناخد حوالي 6-7 معالق من الدقيق اللي احنا جهزناه ده، وبعدين هناخد معلقة من الماجي أو معلقة من مرقة الدجاج، وبعدين رشة ملح، ورشة توم باودر، ورشة بصل باودر، ورشة من الفلفل الأسمر. وهننزل بقى في النص هنقلبهم كويس، وننزل في النص ببيضاية واحدة بس. تمام، البيضاية دي مهمة جدا يا جماعة علشان التكستشر بتاعتها، تمام، بتاعت الخليط. معانا هنا مية ساقعة بتلج، وبعدين دوبنا البيضاية كسرناها كويس. هنيجي هنا بقى ناخد معلقة أو 2 من هريسة الشطة، ودي مهمة أوي، بتدي طعم حلو جدا ومبتبقاش مشطشطة أوي. تمام، ممكن حضرتك تستغني عنها وتحطي هات صوص، بس هي هريسة الشطة بتدي طعم حلو جدا.
هننزل بقى بالشكل ده، يعني أنا باقرّب لِك الطعم جدًا، جدًا، جدًا من الchicken بتاعة بابايز. هنفضل ننزل كده بالمَيّة الساقعة، إحنا عايزينه خليط خفيف، مش عايزينه خليط تقيل، تمام؟ واتفقنا إن الحاجة اللي بينزل فيها شيء متبدّر بالدقيق لازم تكون خفيفة، لإن كده هي هتتقل من الدقيق اللي بيبقى على طبقة الفراخ معانا، تمام؟ بالشكل ده. وبعدين هنبدأ بقى كده خلاص هنركنه على جنب أهو، يالّا بينا بقى نروح هنجيب شبكة ونحطها على الصينية، لإن دي لازم تتحط على شبكة. خفّفنا تاني أهوّة الخليط، أنا زي ما قُلت لِك لازم يبقى خفيف، فأنتِ خفّفي على قد ما تقدري حضرتِك هيطلع معاكِ جميل أوي. هننزّل بقى الفراخ الأول في الدقيق بالشكل ده، ثم ننزل بيها في الخليط السايل أهو بالشكل ده، وهنفضل نكرر العملية دي، تمام؟ آه، إحنا عازمين لنا مثلًا بتاع حوالي 6، 7 قطع كده مع بعض عشان نعرف نشتغل فيهم أهو مع بعضيهم. خلاص كده هنغطي عليها بقى بالدقيق، وبعدين نبدأ إننا بُصّي نقعد كده نحاول إن إحنا نغطيها بالدقيق 10 مرات، وبعدين نركنها على جنب بُصّي، وبعدين نرجّعها تاني، وهي دي المرّة الأخيرة بقى. رجّعيها تاني وتقعدي برضه إيه، تنفّضيها جامد كده، تنخليها في الدقيق عشان تدّيكِ الcover الحلو المقرمش الcrispy اللي بيبقى برّه ده، تمام؟ وبعدين هنرجع نكرر العملية تاني بمنتهى السهولة، طبعًا سهل جدًا، جدًا، حتى تتبيلة الفراخ بُصّي الفراخ معانا هناك ناشفة إزاي في الطبق، ما فيش عليها أي طبقات تانية خالص من السوايل أو أي شيء، تمام كده؟ وزي ما قُلت لحضرتِك جميلة أوي لو باتت قبلها بليلة، ولو ما فيش وقت يبقى هُم ساعتين بس مش أقل من ساعتين، عشان الأنسجة بتاعة الفراخ تكون طريت معاكِ وتقدري تشتغلي بيها حلو جدًا. بتطلع من جوّه بقى يعني very tender وبتطلع طرية جدًا وجميلة، هتعجبِك أوي. يالّا هنشيلها بقى نُص ساعة في التلاجة وتعالي نعمل الصوص. كوبايتين من الكاتشب، كوباية chili sauce ومعانا عسل أسمر ومعانا مستردة وgarlic وتوم باودر وفلفل أسمر ومعانا كمان شطة مجروشة وبابريكا. حطينا الكاتشب وحطينا عليها كوباية الchili sauce وبعدين هننزل بقى كده بمعلقتين من العسل الأسمر، طبعًا أنا عاملة كمية لإن أنا كان عندي عاملة كمية كبيرة من الفراخ، لكن حضرتِك تقدري تقللي الكميات، معلقتين من الماسترد بالشكل ده، والكميات بقى على حسب حضرتِك عاملة قد إيه، معانا نُص معلقة من الفلفل الأسمر، ومعانا كمان معلقة ونُص من التوم الباودر، ومعانا نُص معلقة من البابريكا. ومعانا كمان في الآخر خالص هنحط الشطة المجروشة، وطبعًا دي اختياري تمام، مش أساسي. بالنسبة للكاتشب والcherry sauce لو حطيتِ كوباية واحدة كاتشب هتحطي نُص كوباية cherry sauce. يالّا بينا نحمّر الفراخ. بالنسبة للفراخ هننزل بيها درجة الحرارة 340 فهرنهايت، ولو حضرتِك عندِك في مصر أو في البلاد العربية على السليوز هتنزلي بدرجة حرارة 165. بُصّي شكل الفراخ عاملة إزاي، والله ولا أجمل يعني من المحلات كمان. يعني روعة. وطبعًا أنا هاقدّم معاها رُز، وطريقة الرُز أنا هاحط لِك الفيديو بتاعها كنت منزّلاها قبل كده على القناة، فحضرتِك تقدري ترجعي لها، وبرضه سلطة الcoleslaw ولو عايزاني أعمل لِك الcoleslaw لوحدها قولي لي وأنا أنزّلها لِك إن شاء الله في فيديو لوحدها، لإن هي جاهزة عندي، فلو حبيتِ اكتبي لي في التعليقات. بُصّي شكل الفراخ، بُصّي أجمل يعني من Popeye chicken يعني بكتير كمان والله. بُصّي الشكل والطعم بقى ما أقولكيش كان تحفة إزاي، وjuicy جدًا من جواها وروعة. بنفضل بالشكل ده لغاية لمّا نخلّصها كلّها الكمية كلّها، وما تستعجليش عليها وبرضه ما تغمّقيهاش، لازم يبقى لونها دهبي وجميل كده. شكلها بيبقى تحفة والله وريحتها كمان حاجة روعة، وكفاية إنِّك أنتِ منضّفة الفراخ وغاسلاها، شايفة الجمال؟ بُصّي الشكل، تحفة جدًا. والصوص تحطّيه معاها وممكن تحطّي كمان كاتشب على مايونيز براحتك جدًا في الصوص بقى. قدّمتها مع coleslaw وقدّمتها مع رُز كمان، رُز ريزو الصوص بتاعها، كانت حاجة كده في منتهى الجمال. بُصّي،
وهاوريكِ دلوقتي شكل الchicken من جوّه لمّا تقطّعيها تبقى شكلها عامل إزاي، تمام؟ طبعًا أنا باغيب عليكم شوية معلش، هو بس شوية والله الحقيقة أحيانًا يعني القناة بتضايقني شوية لمّا بالاقي ما فيش آآ يعني إن شاء الله كُلّه خير. بُصّي بقى هنا جميلة إزاي الchicken حلوة جدًا، شوفي شكلها، بُصّي بقى دلوقتي هنقطعها ونشوف مع بعض هتبقى عاملة إزاي. طبعًا هتلاقيها دلوقتي بُصّي الكمية اللي هناك دي أنا كمان ما عملتهاش كلّها، أنا قسمتها على يومين، لكن عملت نُصّها والنُص التاني شيلته لتاني يوم عملته فراش عشان بيبقى جميل أوي. بُصّي، هاقرّب لِك دلوقتي حالًا وأورّيكِ، أنا باحاول أعدل الكاميرا، شوفي الشكل من جوّه ومستوية وفي منتهى الجمال وروعة جدًا، شايفة الشكل؟ والله كانت في منتهى الجمال، يعني حتى كان يوميها عندي ضيوف ما كانوش مصدقين إن دي معمولة في البيت أبدًا. جرّبي طريقتي فيها ولو عجبتِك الوصفة من فضلِك ما تبخليش عليَّ بلايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب، ويعني تقديرًا للمجهود بس. وبُصّي شايفة الرز عامل إزاي وشايفة الcoleslaw، زي ما قُلت لِك لو الcoleslaw عاجبِك قولي لي بس وأنا أنزّل لِك طريقته على القناة، وهو أصلًا أنا هانزّل لِك هاحط لِك اللينك بتاع الرز كمان تحت الفيديو، تنزلي على السهم اللي موجود وإن شاء الله تعرفي تعمليها، والصوص بتاعها يا جماعة بيبقى تحفة. إن شاء الله جرّبيها وجرّبيها على طريقتي وارجعي قولي لي في التعليقات، ومتشكرة جدًا، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، مع السلامة.